إذن وقفة راعيها لا لقانون الرموز، لا لقتل وتصفية الرئيس محمد عبد العزيز الرئيس السابق، نعم لمحاكمة بائعي المخدرات وحبوب الهلوسة. وهذه الوقفة تدخل في هذا الإطار اللي تجي فيها التظاهرات. طبعا الرئيس غزواني دور يؤخذ الآن، وهذه وقفة سلمية جدا ومطالبها بسيطة، هي تحقيق العدالة والإفراج عن سجناء الرأي صفرة فؤاد وعبد الله باء والرئيس السابق محمد عبد العزيز، وتمكينه من العلاج، والصحفي في حركة كفانا، وإلغاء قانون الرموز، وتمكين المواطنين من الحريات، ومن أيضا أنهم يعبروا عن مشاكل البلد الكثيرة جدا، وأيضا إعادة الماء والكهرباء إلى البلد، لأنه بشكل كبير جدا مقطوع الماء والكهرباء في البلد، ولا لتدوير المفسدين. شباب منين صورة عبد الله يبا وصفرة فؤاد؟ طالبين الحريات، هذا وزير المالية، وزير الاقتصاد. نعم للحريات، نعم لإطلاق سجناء الرأي، لا لتدوير المفسدين، نعم للتوزيع العادل لثروات البلد الموريتاني، نعم لحوار شامل وموسع مع جميع الطبقة السياسية الموريتانية. هذه هي صور المعتقلين، الدكتور أحمد صنبا إطلاق سراحه، كذلك الصحفي عبد الله يبا، الرئيس محمد عبد العزيز وغيره من المعتقلين اللي تم اعتقالهم، أيضا صفرة فؤاد وغيره من الشباب اللي تم اعتقالهم للأسف الشديد. إذن هذه الوقفة تدخل في هذا الإطار، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتمكينهم من الحريات ومن العودة إلى أهاليهم وبشكل كبير جدا وموسع. شعارات يسر: لا لقانون الرموز، لا لقانون الرموز نهائيا، ونعم لإطلاق سراح الصحفي محمد الشنقيطي والدكتور محمد والصنبا والصفرة فؤاد وعبد الله يبا، والحرية للرئيس السابق محمد بن عبد العزيز وتمكينه من العلاج. هذه أهم المطالب اللي شاهدنا اليوم، وهذا هو معظم الشعارات اللي شاهدناها اليوم في هذه التظاهرات: تمكين الرئيس السابق من العلاج، وأيضا التأكيد على أنه لا لقانون الرموز بشكل نهائي، وموريتانيا بلا ماء ولا كهرباء. هذه من المطالب الأساسية اللي مرفوعة هون، توفير الماء والكهرباء في موريتان للشعب الموريتاني. وهذه هي الوقفة اللي تدخل في هذا الإطار، وقفة سلمية ولا دور أي شيء، دور وتوف قانون الرموز يعود ما تخالق، وتمكين الشباب من الحريات، وتمكين أيضا الرئيس السابق من العلاج، وتمكين صفرة فؤاد من إطلاق سراحه، ومحمد الشنقيطي والدكتور محمد والصنبا وعبد الله يبا، وتعود الحريات موجودة في موريتان بشكل كبير. هذا أساسا هو اللي في الوقفة. هنا يسقط قانون الرموز، ولا لقتل وتصفية الرئيس محمد بن عبد العزيز، وأطلقوا سجناء الرأي اللي تم اعتقالهم في الفترة الماضية. صفرة فؤاد، عبد الله يبا أيضا من الناس المطلوب إطلاق سراحهم. أنا طالبين منكم كاملين، أستاذ المستشار، أستاذ السفيرة، على الموريتاني، على مفاصلين. نعم للحريات، نعم للحريات، نعم لإطلاق سراح مسجوني الرأي، نعم لتغيير السفيرة في واشنطن، نعم للحريات، نعم للقاء المعارضة في المهجر مع الرئيس غزواني وطرح المشاكل بشكل عادل، نعم لمطالب مشروعة، نعم لإطلاق سراح الشباب المعتقلين، نعم لتغيير السفيرة في واشنطن. نريد المعارضة تحاور الرئيس غزواني وتطرح مشاكله بكل عدالة. لا للحريات، لا للتضييق على الحريات، نعم لإلغاء قانون الرموز،
نعم لإلغاء تدوير المفسدين. نعم لإلغاء تدوير المفسدين. إذا نحن هون. نعم للحريات. نعم للحريات. نعم لتمكين المواطنين من لقاء الرئيس غزواني وشرح آرائهم المعارضة للنظام وطرح مشاكل المواطنين. نعم سيد مدير الديوان، مدير اللقاء، نريد لقاء الرئيس غزواني ونقل مشاكل المواطنين. نعم لإطلاق سراح الصفرة فؤاد والصحفي الشنقيطي وعبد الله باء وتمكين الرئيس غزواني من العلاج. الرئيس عزيز من العلاج. الرئيس السابق تمكينه من العلاج. نعم للحريات. لا لقانون الرموز. لا لقانون الرموز نهائيا. ونعم لمحاكمة بائعي المخدرات وحبوب الهلوسة. ونعم لإطلاق سراح الصفر وعبد الله باء وأحمد صنبا والصحفي محمد الشنقيطي وتمكين الرئيس السابق عزيز من العلاج. نعم للحريات. نعم للقاء الرئيس غزواني وشرح له مطالب المواطنين المعارضين لنظامه وفتح حوار حقيقي مع الجميع. نعم لتوفير الماء والكهرباء في موريتان. نعم للحريات. لا للتضييق. لا للتضييق على المعارضة. نعم لإلغاء قانون الرموز. نعم لتمكين المعارضة من الحوار مع الرئيس وإيصال مشاكل المواطنين. نعم لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ونعم لإلغاء قانون الرموز. ونعم لمحاكمة بائعي المخدرات وحبوب الهلوسة. هذه التظاهرة تدخل في إطار سليم جدا وسلمي، ما فيها كلمة خاسرة، وتأكيد من الشباب هون على إطلاق سراح المعتقلين ومحاكمة بائعي حبوب المخدرات وحبوب الهلوسة وتمكين الرئيس السابق محمد عبد العزيز من العلاج ومحاكمة عادلة وإطلاق جميع المعتقلين. محاكمة عادلة هي اللي نتمناه، وإطلاق سراح سجناء الرأي المظلومين. وموريتانيا بلا كهرباء وبلا ماء. موريتانيا لا ماء ولا كهرباء. نريد توفير الماء والكهرباء في موريتان. إذا الوقفة هون طبيعية جدا ولا فيها كلام خاسر، والتأكيد هون على أن المعارضة دور لقاء الرئيس غزواني. هذا المرافق شخص الرئيس غزواني. الرئيس غزواني نريد اللقاء معك والحديث عن مشاكل المواطنين بكل ود وبكل احترام وبعيد عن أي كلام خاسر. نعم لإطلاق سراح سجناء الرأي. ونعم لتمكين الحريات وتكريس الإعلام العمومي من أجل خدمة الشعب الموريتاني. لا لقانون الرموز. لا لقانون الرموز. مدير الديوان المعارضة تريد لقاء الرئيس وشرح مشاكله. تمكين المواطنين من حل مشاكل ما هي التي لا يخاف فيها الرئيس من مقر إقامته هون. ونعم لحماية الثروة الموريتانية، ذروة المعادن من بطش الشركات العابرة اللي تأخذ ذروات موريتان ولا توفرها لها نهائيا، وتم نعطى تاشرون العمال اللي يشتغلوا في تازياز وMCM اللي كانوا ذروة الشعب الموريتاني. وقفة محترمة ولا فيها كلام خاسر ومطالب شرعية جدا. محمد عايل، المطالب شنو هي؟ المطالب الأساسية هي لا لقانون الرموز ولا لتدوير المفسدين. شوف ذاك الشعار، لا لتدوير وتعيين المفسدين. وموريتانيا لا ماء ولا كهرباء. وإطلاق سراح السجناء من صفرة فؤاد، عبد الله باء، الدكتور محمد صنبا، الصحفي محمد الشنقيطي. ونعم لمحاكمة بائعي المخدرات حبوب الهلوسة وتمكين الرئيس السابق من العلاج، الرئيس محمد عبد العزيز من العلاج ومحاكمة عادلة وتوفير الماء الشروب للمواطنين وكذلك الكهرباء. ونعم للسماح للمعارضة في المهجر باللقاء مع الرئيس. اللقاء لا يعد اليوم، ينقلوا له مشاكل المواطنين وآرائهم بكل احترام، لأن السفيرة مانعة المعارضة أنها تجبر الرئيس. ونعم لإقالة السفيرة سيسة من تبيدة اللي تحجر على أصوات المعارضة وما بيتخليها تلقى الرئيس ومعدل اللقاء لا الناس تدعم الرئيس. نحن معارضين الرئيس لكن باحترام، هو رئيس البلد وعنده الشرعية، لكن معارضينه باحترام وندوروا نجبروه ونقولوا له مشاكل المواطنين. هذا منعتنا منه سيسة من تبيدة
وزير الخارجية منعنا مولي، حد كامل معارض ما يخلوه يلقى الرئيس، رغم أن الرئيس أصر على المعارضة يتم الحوار معها وأنها تلتقي به. هون سيسة قبضت عدلت قائمة لا بالموالين وقالت أنهم هم اللي يلقاوا الرئيس، وحرمت صوت المعارضة أنه يجبر رئيس الجمهورية. إذا رئيس الجمهورية دور يؤخذ بعد قليل وإن شاء الله يسمع أصواتنا. نعم للحريات، ونعم نعم نعم لتمكين الرئيس والعبد العزيز من العلاج ومن محاكمة عادلة. نعم لإطلاق سراح الصوفي محمد الشنقيطي والدكتور أحمد والصنبة، وكذلك أستاذ عبد الله باء، وكذلك الصفرة فؤاد، والحرية لمعتقلي الرأي بشكل أكيد. هذه هي مطالبنا الأساسية في هذه الوقفة. ونعم لا لقانون الرموز نهائيا، هذا القانون المسيء جدا. ونعم للقاء الرئيس محمد الشيخ والغزواني مع الأصوات المعارضة. سيد الرئيس المعارضة دور تلقاكم، سيد الرئيس المعارضة دور تلقاكم، سيد الرئيس المعارضة ما بيتخليها سيسة تلقاكم. سيد الرئيس مطالبنا الشرعية، مطالبنا الشرعية. سيد الرئيس، سيد الرئيس نريد إطلاق سراح المعتقلين، نريد الحرية للمعتقلين. سيد الرئيس المعارضة دور تلقاكم في المهجر، مطالبها الشرعية، ما عنده مطالب خاسرة ولا كلام خاسر. سيد الرئيس نعم للحريات، نعم للحريات، نعم لتوفير الماء لا لتدوير المفسدين، نعم لمحاكمة بائعي المخدرات وحبوب الهلوسة، نعم لإطلاق سراح سجناء الرأي، يسقط قانون الرموز. سيد الرئيس معارضة بالخارج الدور تلقاكم، الدور تتكلم معاكم. سيد الرئيس سيسا ما بيتخيل يلقاوك. سيد الرئيس نعم للحريات لا للقمع، نعم لتمكين المعارضة من لقاء الرئيس غزواني، نعم لتمكين المعارضة من الحريات لا لإطلاق سراح المفسدين في المال العمومي، نعم لتوفير الحريات، نعم لحماية الشعب الموريتاني من المفسدين. يسقط قانون الرموز. ونعم للمطالبة، نعم للمطالبة بمكافحة المفسدين، ونعم لإلغاء قانون الرموز، ونعم لتمكين الحريات لدى الشعب الموريتاني. هذه هي مطالبنا الأساسية. ونعم لتمكين الرئيس والعبد العزيز من العلاج. هذه وقفة محترمة أردنا من خلالها توصيل مطالبنا للرئيس والغزواني هون في مقر اقامته، ان معدلين وقفه محترمه وندوروا نلقاوه اياك نوصلوا له المطالب الاساسيه للشعب الموريتاني. هذا هو اللي ناكدوا عليه. هو رئيس الدوله غير مولي هم مواطنين معارضين له، ما بيتخليهم سيسه من تبيده وزير الخارجيه والمرزوق انهم يلقاوه ويقولوا مطالبهم وجها لوجه معاه. لذلك نعم للحريات، نعم لاطلاق سراح المعتقلين جميعا من محمد الشنقيطي واحمد الصنبة، وتمكين الرئيس عزيز من العلاج، وعبد الله باء والصفرة فؤاد ايضا تمكينهم من الحريات. freedom and justice for الرئيس السابق عزيز، وكذلك الصفرة فؤاد ومحمد العلوي وصفرة فؤاد وعبد الله باء والدكتور احمد والصنبة، ولا لتدوير المفسدين نهائيا. هذه اهم الوقفات. ونشوف الحرية ايضا، الحرية لمعتقلي الرأي كانت هي من أهم الصيحات، الحرية لمعتقلي الرأي ولا لقانون الرموز. إذن هذه وقفتنا اللي عندنا اليوم، واللي صادفت مع خروج الرئيس غزواني من مقر إقامته. وقفة محترمة، وأساسا الدور لا مطالب شرعية واضحة. شكرا جزيلا.